ندخل على ليفل وحش، البرغوث الأرجنتيني وصاروخ ماديرا البرتغالي. مين الأفضل فيهم؟ في ناس كتير قوي شايفة ميسي ذا جوت، ذا جريت اوف اول تايم، الأعظم في التاريخ، وناس كتير شايفة رونالدو ذا جوت. وهل المقارنة انتهت بعد تحقيق ميسي لكأس العالم ولا لأ؟ أولا كده هنقسم المقارنة على 3 أجزاء، وشوفهم التلاتة عشان في عظمة في الأرقام. نبدأ بإننا نتمزج بتاريخهم وأرقامهم قبل المقارنة. ميسي لعب لبرشلونة وباريس وإنتر ميامي. اسمع بقى الأرقام دي وتمزج. ميسي لعب حتى الآن على مستوى الأندية 73,014 دقيقة متوزعين على 889 ماتش. سجل ميسي 721 هدف، يعني بمعدل بوينت 88 هدف في 90 دقيقة. وعلى مستوى الصناعة ليو الصانع والهداف 344 صناعة، يعني بمعدل بوينت 42 صناعة في 90 دقيقة. لو عملناهم توتال هنلاقي معدل مشاركة ميسي بالأهداف في 90 دقيقة 1.31. أما على المستوى الدولي مع الأرجنتين المنتخب الأول، شارك ميسي ب 178 مباراة، سجل 106 هدف، يعني بمعدل بوينت 59 في اللقاء. ليو ليو ليو، أرقام فلكية من الليو. لعب ميسي في كل مراكز الخط الأمامي، ليفت وينج فورورد ورايت وينج فورورد وشادو سترايكر وسنتر فورورد وأتاك ميدفيلدر. أكتر أرقامه كانت وهو جاي من الجناح اليمين، وده ليه مدلول، خصوصا إنها أرقام كبيرة، هو إن ليو أهدافه الفردية وانطلاقاته المهارية وسط 3 و4 و5 و6 وكمان 7 مش قليلة. وأصبحت عادة لميسي. نأسف يا ديجو، أنا بفكر نسمي الأهداف المارادونية أهداف مش سوية. ميسي مع برشلونة النصيب الأسد من الأهداف والصناعة، وبالتبعية الليجا هي البطولة الأبرز لليو. ميسي مش اللاعب اللي بيعمل ارقام كبيره وفي الاخر مفيش بطولات. لاعب بلا فريق حل لعيبه عملاقه تانية زي توتي مع روما وبوفون مع اليوفي. لا، الليو اللعب على لعبته. نتكلم على الالقاب الجماعيه، اتكلم من هنا للصبح. 4 دوري ابطال، يتفوق على انديه عملاقه زي انتر ميلان واليوفي والسيتي، وافتح القوس عشان الاسماء كتير وكتير. 3 كاس عالم انديه، 10 دوري اسباني و2 دوري فرنسي، وشوية أرقام والتحابيش بتاعتهم: 3 سوبر أوروبي على 1 سوبر فرنسي على 7 كاس ملك أسبانيا و8 سوبر أسباني. وحتى لما قرر يروح يتسلى ويعيش حياته في إنتر ميامي جاب لهم بطولة في أول مشاركاته. على المستوى الفردي 8 بالون دور و3 ذا بيست و3 أفضل لاعب في أوروبا من اليويفا و6 من الحذاء الذهبي. وعلى المستوى المنتخب كأس عالم مع الشباب 2005 وذهبية أولمبياد 2008. وأخيرا تخضع الكوبا لليو بعد تعثر 2015 و2016 وأخبار كتيرة يقرر الليو الاعتزال. ولكن الليو بطل الكوبا 2021. ولأن الحظ فتح أبوابه لليو، يتصمم بطولة ما بين بطل الكوبا وأوروبا لأول مرة يفوز بها الليو على إيطاليا. وأخيرا الذهب تخضع للذهب. ليو بطل كأس العالم 2022 في قطر. مباراة نهائي ضد فرنسا تستحق أوسكار لو اتعمل فيلم في هوليوود. ومن هنا اتقال لكاتب التاريخ: اغلق الصفح. لا، لا، لا. رونالدو 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 يأبى أن تغلق الصفحات ويبحث عن نهاية سعيدة له، ممكن تفضل للنهاية لحد كأس عالم 2026 ويورو 2024. لسه القصة فيها. كريستيانو رونالدو لعب لمانشستر يونايتد والريال ويوفنتوس والنصر السعودي. اسمع بقى الأرقام دي وتمزج معايا. رونالدو لعب حتى الآن على مستوى الأندية 80,569 دقيقة متوزعين على 985 ماتش. سجل رونالدو 731 هدف. لو انت فاكر ميسي 721، مش هنقارن دلوقتي عشان لها وقتها، يعني بمعدل 2.82 هدف في 90 دقيقة. وعلى مستوى الصناعة رونالدو 234 صناعة، يعني بمعدل 0.26 صناعة في 90 دقيقة. لو عملناهم توتال هنلاقي معدل مشاركة رونالدو بالأهداف في 90 دقيقة 1.7 من 100. أما على مستوى الدولي مع البرتغال المنتخب الأول، شارك 203 مباراة. كريستيانو رونالدو سجل 127 هدف، يعني بمعدل 0.63 هدف في اللقاء. رونالدو رونالدو رونالدو، أرقام فلكية من صاروخ ماديرا، أعظم فينيشر في التاريخ. لعب رونالدو في كل مراكز الخط الأمامي: ليفت وينج فورورد ورايت وينج فورورد وسنتر فورورد. أكتر أرقامه كانت وهو جاي من الجناح، وده ليه مدلول، خصوصا إنها أرقام كبيرة. وإن رونالدو مش هداف بس، رونالدو مهاري وجدا، مش روبوت أو جندي زي ما وصفه بلطة. لا، رونالدو حريف وجدا وموهوب. رونالدو مع الريال النصيب الأسد من الأهداف والصناعة،
وبالتبعية الليجا هي البطولة الأبرز لرونالدو زيه زي ميسي. نتكلم على الألقاب الجماعية، اتكلم من هنا للصبح. 5 دوري أبطال، يتفوق على أندية عملاقة زي إنتر ميلان واليوفي والسيتي، وافتح القوس عشان الأسماء كتير وكتير. 5 كأس عالم أندية، 2 دوري أسباني، 2 دوري إيطالي، 3 دوري إنجليزي، وشوية أرقام والتحابيش بتاعتهم. 3 سوبر أوروبي، على 1 سوبر فرنسي، على 2 كأس ملك أسبانيا، على 1 كأس رابطة إنجليزية، على 2 كأس إنجلترا، و2 سوبر إيطالي، و2 سوبر إنجليزي، و1 سوبر برتغالي، و1 كأس إيطاليا، و2 سوبر إسباني. يعني أرقام وبطولات لا تعد ولا تحصى. وحتى لما قرر يروح يتسلى ويعيش حياته في السعودية عمل أرقام خرافية، وجاب نجوم العالم للدوري السعودي. وعلى المستوى الفردي 5 بالون دور، و3 ذا بيست، 4 أفضل لاعب في أوروبا من اليويفا، و4 من الحذاء الذهبي. وعلى المستوى المنتخب اليورو أخيرا تخضع لرونالدو بعد تعثر في 2004 ضد اليونان. كانت هتكون بداية قوية جدا لرونالدو، وخصوصا إن هو كان لسه في شبابه. والبطولة المستحدثة على أوروبا دوري أوروبا، يتفوق فيها البرتغال بقيادة كريستيانو رونالدو. رونالدو يبحث عن نهاية تستحق أوسكار. لو تعمل فيلم في هوليوود رونالدو يكون المخرج. ومن هنا اتقال لكاتب التاريخ لا تغلق الصفحات، فرونالدو في محاذاة الليو. وتعالوا بقى في صفحة من صفحات التاريخ وهي المقارنة حتى الآن. يلا بينا نبدأ. هنقسمها كالعادة مع بعض بالمعايير كذا جولة. الجولة الأولى هي الأداء الفردي والأرقام الفردية. الجولة التانية لو تساوي الأرقام الفردية أو كانت قريبة هنشوف الألقاب الجماعية. نبدأ بمجمل أهداف على مستوى الأندية. ميسي جايب 721 هدف في حين كريستيانو 731 هدف. يعني كريستيانو يتفوق على ميسي ب10 أهداف، لكن ميسي يتفوق عليه بالمعدل، في حين ميسي بوينت 89 أو 88 هدف في الماتش أو في 90 دقيقة، حين كريستيانو بوينت 82 هدف في المباراة أو في 90 دقيقة. وعلى مستوى الصناعة ميسي 344 يتفوق على كريستيانو اللي 234، ورغم ان برضه معدل ميسي يتفوق على كريستيانو. ميسي بوينت 42 في حين كريستيانو بوينت 26. وعلى مستوى الأهداف دوليا مع المنتخب الأول فكريستيانو رونالدو يتفوق في عدد الأهداف وفي المعدل. كريستيانو رونالدو 127 في حين ميسي 106 هدف، ومعدل كريستيانو بوينت 62 ومعدل ميسي بوينت 59. فالجولة الأولى بالنسبة لي قريبة أوي من بعض، فما تنهيش الأفضل ما بينهم. ندخل على الجولة التانية اللي هي الألقاب الجماعية. على مستوى الدوريات ال5 الكبرى فميسي يتفوق ب12 دوري في حين كريستيانو 7 دوري. وعلى مستوى دوري الأبطال فكريستيانو يتفوق 5 دوري أبطال في حين ميسي 4 دوري أبطال. وعلى مستوى الكؤوس فميسي يتفوق ب7 كؤوس في حين كريستيانو 6. وعشان ما تتوهش مني كده لحد دلوقتي فميسي متفوق ب5 دوري و1 كاس، على حساب كريستيانو متفوق ب1 دوري أبطال. وعلى مستوى السوبر فميسي يتفوق ب9 سوبر في حين كريستيانو 7. وعلى مستوى كأس العالم للأندية فكريستيانو يتفوق ب5 كأس عالم أندية وميسي 3. وعلى مستوى السوبر الأوروبي 3 و3. وعلى مستوى المنتخبات فكريستيانو بطل أوروبا وميسي بطل كوبا أمريكا. وحتى البطولات المستجدة فكريستيانو واخد بطولة دوري أوروبا وميسي واخد بطولة بطل كوبا أمريكا ضد بطل أوروبا. كده محصلة الإحصائية. جيب كفتين ميزان كده، حط في كفة فيهم 5 دوري و2 سوبر و1 كاس، وفي الكفة التانية 1 دوري أبطال أوروبا و2 كاس عالم أندية. برضه حسابيا صعبة شوية، يعني ممكن الكفتين يتوازنوا أصلا. ممكن تقول دوري أبطال أوروبا قد 3 أو 4 من الدوري، وعندك كاس عالم أندية 2 كاس عالم أندية ممكن برضه قد الدوري والكاس والسوبر. فرق لو فرقت حاجات بسيطة برضه الكفتين يعتبروا متقاربين أوي أو متساويين أصلا. طب زود على الكفة بتاعت الدوري والكاس والسوبر كده، حط عليهم كاس عالم. كده كفة كاس العالم هي اللي طبت. عشان كده ميسي يتفوق على كريستيانو رونالدو. بس هل دي نهاية الحقبة ونهاية المقارنة ما بينهم؟ لقرب المقارنة ما بينهم قوي تخلينا نستنى ل 2026 باعتبارها ممكن آخر بطولة كاس عالم لميسي ورونالدو، ويتوسطهم بطولة كوبا أمريكا واليورو، خصوصا ان المنتخبين أقوياء جدا سواء على المستوى الأوروبي أو على مستوى أمريكا الجنوبية أو على المستوى العالمي. كده عرفت رأيي. حاليا ميسي يتفوق لكن مش النهاية.